واش كتعرف باللي في هاد 2026 الخريطه ديال الكرا في المغرب غادي تبدل فيها بزاف ديال الحوايج؟ فإلا كنتي كاري واحد في الثمن او لا كنتي مول الكرا وعندك عقارات وباغي تكريهم، هاد الفيديو هذا فهو اهم حاجه غادي تسمعوا اليوم، حيت كاينين جوج مستجدات كبار. الاول هو دعم الكراء، والثاني هو التزيار والحرب على العشوائيه في الكراء اليومي. تبع معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم مزيان شنو كاين. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أصدقائي، مرحبا بكم. نبداو بالخبر اللي كيتسناه الجميع واللي كيتعلق بدعم الكراء. فوزارة الإسكان أكدت باللي في شهر مارس 2026 غتخرج الدراسة النهائية اللي غادي تحدد كيفاش الدولة غتعاون المغاربة في الكراء. هذا الدعم غالبا ما غاديش يكون مباشر في الأول، ولكن غادي يكون ذكي بزاف. فالدولة غتمشي عند أصحاب الديور والمنعشين العقاريين وتقول لهم كريو للمواطنين بثمن ناقص على الأقل ب 20% من ثمن السوق، وحنا غادي نعطيكم امتيازات وتسهيلات خياليه بشرط انه ينضم لهذا البرنامج الاجتماعي. كيفاش؟ انا غادي نشرح لكم. الا كنت انت مول عقار وباغي تبني او لا تشري مثلا بارتمات باش تكريهم في اطار هذا البرنامج، الدوله غادي تواكبك وتخفض لك بزاف ديال المصاريف. وحتى الا عندك مثلا دار قديمه محتاجه اصلاح، فالدوله تقدر انها تدعمك في الاصلاح مقابل انك تلتزم بالثمن اللي غادي تحددوا له الاداره. ماشي غير هذا الشيء كامل، وانما كاين كلام عن اعفاءات ضريبيه كامله عن ارباح الكراء للناس المنخرطين في هذا البرنامج الاجتماعي. الهدف هو انه يولي الكراء في المتناول والكل يكون رابح. كاين واحد التصور اخر خدامه عليه الحكومه، وهي تكري بارتما ب 3000 درهم والدعم ينقص لك منها 500 درهم. هذيك ال 500 درهم ما غاديش ينقصوها لك من الثمن، ولكن غادي تجمع لك في واحد الصندوق خاص كادخار، ونهار تبغي تشري مثلا دارك غادي تلقى راسك جمعتي شي بركه اللي هي صحيحه، غادي تزيد عليها الدعم ديال السكن اللي هي تقريبا 10 او لا 7 المليون، وغادي تولي شاد دارك بلا ما تحتاج للكريديات والفوائد اللي بزاف ديال الناس كيهربوا منها على قبل قناتهم، او حيت البنكه ما كتعطيهمش اصلا. ولكن السؤال هنا، شنو هي المنظومه اللي غادي يتم من خلالها هذا الشيء كامل؟ والجواب هو السجل الاجتماعي الموحد RSU، وهو اللي غادي يكون المفتاح بحال الشكل ديال الدعم المباشر والتغطيه الصحيه امول اللي يحددوا لها عتبات بحال 9.74 او 9.32. حتى دعم الكراء غادي يدوز من هذا السيستم باش يمشيو الفلوس للناس اللي كيستحقوها فعلا. كذلك من الحوايج اللي كانت مقترحه شحال هذه وممكن انها ترجع، وهو صندوق ضمان الكراء. فاذا كنتي مكتري فقد الخدمه ديالو او لا مرض، هذا الصندوق هذا كيتكلف باش يخلص عليك الكراء لواحد المده معينه باش مول الملك ما يضيعش والمكتري كذلك ما يتلحش في الزنقه. هذه هي قمه الامن الاجتماعي اللي كنتمنى صراحه انها تخرج قبل الانتخابات وما تكونش مجرد وعود انتخابيه عابره. نجيو دابا للجانب الاخر، وهو الكراء اليومي السياحي بالنسبه للناس اللي مفرشين ديورهم وكيكريو بالنهار، الكراء اليومي بالاعتماد على بعض التطبيقات بحال اير بي ان بي. فردوا بالكم في سنه 2026 لان القضيه غادي تزير. فالدوله شافت بلي هذا النوع ديال الكراء غلى السوق بزاف على العائلات المغربيه وهرب الفلوس من الضرائب. دابا غادي يولي مفروض عليك تخلص التيفيه ديال 20% وتصرح بالارباح كتجاره، ماشي كراء عادي. وحتى امنيا غيولي الزامي انه تسجل اي واحد كرا عندك بهذيك الطريقه في البوابه ديال الامن، والا فغتولي في مشاكل كبيره انت في غنى عنها. كذلك الدوله غادي تحدد مناطق معينه هي اللي مسموح فيها بالكراء اليومي بناء على تصميم التهيئه. ماشي اي واحد عنده بارتما في عماره سكنيه عاديه يقدر يقلبها كراء يومي ويصدع الجيران. فغادي يولوا كاينين احياء مخصصه للسياحه واحياء مخصصه لسكن العائلات لضبط العشوائيه وضمان هدوء السكينه. وبالتالي من هنا لقدام غادي يخرج مرسوم او لا مراسيم اللي غادي ينظم هذا الشيء. اذا لقدام ما بقاش اي واحد عنده مثلا شي دار او لا شي بارتما سكنيه في منطقه فيها السكان والاسر انه يكريها عن طريق اير بي ان بي ولا عن طريق كراء يومي بشكل طبيعي. وفي نظركم قولوا لي، واش هذا الدعم ديال الكراء غادي يحل فعلا أزمة السكن في المغرب؟ وشنو رأيكم في موضوع تقنين الكراء اليومي؟ واش نتوما مع أو ضد هذا الموضوع هذا؟ كان معكم عبد المجيد، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قريب. السلام عليكم.